السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات تكنولوجيا ريسيرش كيم. معاكم احمد حمدي. النهارده هنتكلم عن ازاي تقدر تجهز التابلت بتاعك لامتحانات ثانوي اللي قربت خلاص، سواء كانت امتحانات تجريبيه او كانت امتحانات اخر السنه. لو انت كنت مهكره سواء خرجته بره المنظومه او هكرته بثغرات عاديه موجوده جوه النظام ذات نفسه من غير ما تخرجه او تعمل لنفسك اي ضرر، خصوصا الثغرات اللي احنا شرحناها عندنا في القناه. فلو كنت متابع القناه من اولها من ساعه ما بدانا في الشغل ده، او لو كنت لسه اول مره تتفرج عليا، فانزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس، واشوفك بعد الانترو. فلو انت كنت متابع قديم عندنا في القناه ومستخدم الثغرات اللي انا شرحتها بس، فالثغرات دي زي احب اطمنك انها مش هتخرج بره المنظومه ولا اي حاجه، بس الفكره كلها في انك هتحتاج تعمل برضه شويه حاجات عشان مش يتلغي لك الامتحان يومها حتى وانت جوه المنظومه. فده ممكن يحصل وحصل مع ناس كتير السنه اللي فاتت. فيعني عشان تتجنب الموضوع ده هتنفذ اللي انا هقول لك عليه دلوقتي، وشويه خطوات بسيطه مش هتتعبك خالص. ولو انت بقى مش متابع القناه وكنت عامل ثغره مجرد امن او مخرج التابلت بره المنظومه قبل كده، فانت هتستنى شويه في الفيديو لحد ما اخلص مع الناس المتابعين بتوعنا، بعد كده نكمل وننزل اشترك في القناه على ما نخلص. يعني مبدئيا كده احنا الثغرات اللي عندنا في القناه شرحتها بتنقسم لنوعين من الثغرات. ثغرات بتعتمد على جوجل كروم ذات نفسه كمتصفح، تستخدمه من خلال انك تفتح اي موقع او اي ويب سايت انت حابب تتعلم عليه، مثلا زي يوتيوب، فيسبوك، اي منصه حابب تشتغل فيها يعني من خلال جوجل. الثغرات في قناة الراجل ده بتنقسم لجزئين. الجزء الأولاني هو الثغرات اللي بيستعمل فيها متصفح جوجل كروم، وده اللي تبقى تقريبا اختصار أو اختصار مفيد، هو إن أنت بتستعمل جوجل كروم نفسه في إنك تدخل لأي ويب سايت تاني. اتفضل اتفضل. سواء كان يوتيوب، يجي بس تتسلى، أي حاجة أنت عايز تعملها يعني. أما النوع الثاني فهو هشرحه. اكتفيت بهذه الكلمة، شكرا، روح لهم. ده يا جماعه بنات مجدي من قناه جاتم تيم، قناه برمجه وطبعا الكمبيوتر ساينس بشكل عام يعني. سيبوا لكم قناته في الوصف، وهو طبعا هو الدايركتور بتاع الحلقه دي يعني بشكل مؤقت وغصب عني يعني. فنكمل بقى الفيديو. والثغرات التانية عندنا هي الثغرات اللي بتفتحها بره جوجل كروم ذات نفسه المتصفح كتطبيق، لكن بتفتحها من ثغرة زي سياسة الخصوصية، دليل المستخدم، وان درايف، اي حاجة من اللي شرحناها على القناة في قائمة التشغيل موجودة باسم ثغرات تابلت الثانوية العامة. فانت في الحالتين دول لو كنت بتستخدم جوجل كروم، فانت هتخش على جوجل كروم ذات نفسه الاعداد بتاعته، ممكن تلاقي الحاجة الشرح شغال جنب هنا، او ممكن اسيبه لك شرح ككتابة على الويب سايت عندنا في تدوينه، هسيبه لكم في الوصف، بحيث ان الشرح يكون برضه مبسط اكتر والصور واضحه اكتر، عشان في ناس بتقولي ان هم مش عارفين يفهموا قوي من ان انا اشرح بالتابلت قصاد الكاميرا. فسيبها لكم في تدوينه مفصله موجوده تحت مشروح بالصور ومكتوبه وبالتفصيل تقدر تستفاد منها. وكل اللي انت هتعمله انك هتخش على جوجل كروم الاعداد بتاعته، وبعد كده تمسح سجل البيانات بتاعته والسجل بتاع المتصفح ذات نفسه، وبعد كده بعد ما تمسح الحاجات دي كلها يظهر عندك المتصفح كانك لسه محمله او كانك لسه مستلم التابلت، فانت ما عملتش فيه اي حاجه ولا اخترقته ولا اي حاجه من دي حصلت. وبعد كده هتسجل بيه حسابات الوزاره اللي اديتها لك، وانت كده تبقى في الامان. وفاضل لك حاجه واحده، انك تخش على اعدادات التابلت وتخش على الحسابات وتمسح اي حسابات مالهاش لازمه، وتسيب بس حسابات الوزاره عشان ما يعملكش مشاكل بعد كده. وزياده في الامان ان انت ممكن تخش عندك في ملفات التابلت وبعد كده تمسح اي ملفات انت حملتها، سواء تطبيقات حاولت تسطبها وبعد كده ما سطبتش معاك فنسيتها على التابلت، او فيديوهات مثلا حلقات افلام، مسلسلات، صور، اغاني، اي حاجه مالهاش لازمه مالهاش علاقه بالدراسه، او حتى لو ليها علاقه امسحها احسن. غير كتب الوزاره اللي كده كده اصلا الامتحان بتاعك بيكون اوبن بوك، فلو اتقفشت بيها عادي جدا. وبرده ما يستحسنش ان انت تفتحها في الامتحان اساسا، لان انت وقت امتحانك قليل، والتابلت لو هنج بينك ما بين تطبيقين فانت وقت الامتحان بتاعك هيضيع. فانت لازم تركز ويكون التابلت مفتوح معاك بس على المنصه بتاعه الامتحان، مركز في امتحانك. ولو معاك كتاب خارجي يكون ورق، يعني كتاب ورقي خارجي غير الامتحان غير التابلت، فده يكون احسن واضمن لك بكتير وهيخلص معاك في الوقت يعني. نخش بقى على الناس اللي كانت بتخش من الثغرات غير جوجل كروم او ثغرة اساس الخصوصيه، الحاجات بقى اللي شبه اساس الخصوصيه دي. فانت هيبقى تعمل نفس الحاجات اللي انا قلتها، بس ما عدا انك هتخش على سجل كروم والحاجات دي كلها مالكش دعوه بيها، انت بس هتخش على حاجات ابسط بكتير، وهي انك هتخش على الحسابات الموجوده عندك في اعدادات التابلت دي. لازم تمسح منها الحسابات اللي مالهاش لازمه، ما تسيبش بس غير حساب جوجل، حتى لو عندك حساب لوان درايف امسحه برده، حساب جوجل وبتاع الوزاره بس هو اللي تسيبه. برده تخش على ملفات وتمسح الحاجات اللي انت حملتها من سياسه الخصوصيه او من اي ثغره ثانيه شبهها. اهم حاجه ما تكونش برده جوجل، او حتى لو جوجل برده هو انت في الحالتين برده هتمسح الملفات ايا كانت ايه هي، وما تسيبش ولا ملف على الجهاز، عشان حتى برضه لو مخفيين فبرضه امسحهم. ما تسيبش اي ملفات على الجهاز عشان ما حدش يقفشها معاك او يلغي لك الامتحان ويقول انت كده حابب تهكر التابلت، او انت برضه انت فاهم المدرسين مش اللي هم عارفين قوي في النظام، فاي حاجه هيقول لك ان امتحانك ملغي وهو كده عشان يبقى حامي نفسه كمدرس. حتى لو انت كنتش ناوي تغش بالملفات دي فبرضه خليك ضامن مستقبلك او ضامن الامتحان ساعتها ان يكون معاك. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟
نيجي بقى للناس اللي عملوا مجلد امن او حبوا يخترقوا التابلت، عملوا بقى وضعيه الضيف، اي وضعيات من الوضعيات اللي انت بتخرج فيها من التابلت بره المنظومه وبعد كده تسجل تاني في المنظومه، لان ده كله كده فيه خطر على الناس دي بشكل اكبر من الناس اللي كانت متابعانا وعرفوا الكلام ده مني يعني. فانت برضه هتنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو ما كنتش لسه اشتركت او ما كنتش لسه عملت الكلام ده كله. بالنسبه للناس دول بقى فدول حالتهم تبقى صعبه شويه على حسب حاله التابلت اساسا، لان كل واحد عمل حاجه معينه وكل تابلت برضه حسب التابلت ده يقدر امكانياته تعمل قد ايه، لان في ناس لحد دلوقتي ممكن يكون ما اخترقوش التابلت ولقوا التابلت فيه مشاكل ومشاكل كبيره قوي في الهاردوير كمان. ممكن يكون كلموا الشركه وقالوا لهم انتوا اللي بوظتوا التابلت مش موضوعنا، لان رغم ان برضه في اجهزه فيها عيوب. عشان كده كنت رافض موضوع ان انت تسطب تطبيقات او ان انا اشرح حاجه زي كده، لانها بتضر التابلت جدا وبتضر بمستقبلك، والتابلت بيتهلك قبل 3 سنين ما يخلصوا، فانت هتوصل على سنه ثالثه او ممكن اخر سنه ثانيه بتلاقي التابلت بيفصل معاك في امتحانات اخر السنه، فانت كده ضيعت مستقبلك لسبب تافه جدا وانك ما استمتعتش حتى بالتابلت. ولا الموضوع ما يستاهلش حتى انك تستمتع بالتابلت، ده مستقبل ما ينفعش انك تبوظه على حاجه تانيه. فانت لو كان التابلت بتاعك بره المنظومه هتخش طبعا تحاول تجيب بقى من على النت، تشقلب براحتك، تحاول تجيب البريد وكلمه السر بتاعت المنظومه او بتاعت المحافظه بتاعتك. ولو كان التابلت بتاعك جوه المنظومه فتحاول تمسح المجلد الامن او اي ملفات مالهاش لازمه كنت انت محملها من المجلد الامن، عشان انت الحاجات دي بتقفش بسهوله جدا في الامتحان والمراقبين بيعرفوا يكتشفوها بسهوله جدا. وحتى لو انت جوه المنظومه والناس اللي على اليوتيوب قالوا لك انت كده في الامان، فانت امتحانك هيتلغي. وتاكد الكلمه دي واخدها مني من انا واخدها من ناس في ثانويه فعلا من السنه اللي فاتت وعارفين اللي حصل، ودي حاجه حصلت فعليا. فما تصدقش اي حد يقول لك خد الطريقه دي افتح تطبيقات ومش هتخرج من المنظومه، لان الموضوع ده مش بيحصل وفعلا بيتقفش، والمراقبين مدربين ان هم يكتشفوا بعض الثغرات في التابلت. فانت لو كنت انت فاتح الثغرات دي وهقول لك ايه هي كمان شويه. الامتحان بتاعك بنسبه كبيره قوي يعني لم يكن بالتاكيد يعني لو انت عديت كده بالصدفه يعني، بس انت بنسبه كبيره قوي امتحانك هيتلغي حتى لو انت جوه المنظومه. ولو ما عرفتش انت تجيب الباسورد والبريد بتاع محافظتك ممكن تعمل طريقه بسيطه جدا انك هتعمل ضبط مصنع للجهاز لو انت كان ينفع لسه الجهاز عندك متاح انه يعمل كده يعني، وهتخش في المنظومه بشكل تلقائي، هتلاقي كل حاجه مكتوبه مجرد انك هتسجل على طول هيخش معاك بشكل تلقائي. وحاول انك تنجز في الخطوه دي في اسرع وقت، لان كل ما بتطول اكتر كل ما الوزاره بتنزل تحديثات اكتر وبتمنع الناس من ان هم يرجعوا للمنظومه او انهم يعملوا ضبط مصنع للجهاز اساسا. تمام، لو انت كنت عملت كل اللي شرحته ده وحابب انك تتاكد اذا كنت انت لسه جوه المنظومه او لا، او انت فعلا جوه المنظومه ولا خرجت، فانت هتفتح برنامج اللينكس مانج وتبص على الصفحه اللي قدامك هتلاقي مكتوب في النص كده اسم الدفعه بتاعتك، هيبقى تتاكد ان انت كده جوه المنظومه. فانت حتى لو كنت جوه المنظومه وخلاص اتاكدت انك جوه المنظومه في حاجات لازم تشيك عليها، لان في ناس كتير كلمتني يقولوا ان هم جوه المنظومه وغصب عنهم الحاجات دي موجوده كعيوب في التابلت صناعه او في السوفت وير، او يمكن هم يكونوا اخترقوه وبيكذبوا عليا، فالله اعلم اللي حصل. بس خليك تتاكد برضو من الحاجات دي عشان تبقى ضامن امتحانك وما يتلغيش منك وانت داخل اللجنه حتى لو انت جوه المنظومه. من اهم الحاجات اللي انت لازم تشيك عليها في التابلت ان الكاميرا ما تكونش شغاله، ولا البلوتوث ولا نقطه اتصال ولا الواي فاي تقدر تفتحه من بره، ممكن تفتحه بس من جوه الاعدادات. الحاجات اللي انت لازم تبقى متاكد او انت عارف ان هي ما ينفعش تشتغل عندك على الجهاز، فلو انت لقيت حاجه من دي شغاله لازم تتوجه بسرعه للدعم الفني بتاع المدرسه او تكلم الدعم الفني بتاع شركه سامسونج وتقول لهم على مشكلتك وهم يحلوها في اسرع وقت، لان لو دخلت الامتحان بالموضوع ده احتمال تغرم اهلك مبلغ كبير غير ان امتحانك هيتلغي وهتشيل مادتين 3 بالقليل يعني. بس اوكي، يكون انتهى الفيديو. فلو عجبك ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ولو قابلتك اي مشكله انت تحت في الكومنتات وهتلاقيني موجود معاكم برده، موجود في صفحه الفيس اللينك بتاعها في الوصف، وهتلاقي برده لينك جروب تكون هانترز اتش كي موجود فيه انا وكتم تيم، تتواصل مع اي حد فينا برده هيفيدك وموجودين معانا في كمبيوتر ساينس ويقدروا يفيدوك برده في المجال. هتلاقي برضه لينك قناتهم في الوصف، اشترك في قناتهم وانزل على الجروب برضه اشترك فيه، ولينك قناه الفلوجز هيطلع عليها برضه بس مباشر وننزل عليها فلوجات او نتفاعل برضه في محتوى تاني، هتلاقي برضه اللينك في الوصف. اشوفك فيديو جديد، السلام عليكم. انت سمعت فيها اشتراك فجيت من الاخر كده احنا مش سايبين بيوتنا وجايين نسجل فيديوهات عشان معليك تاخد المعلومه وتخلع، ده غير ان الراجل ده يصلح لك العك اللي انت عملته. فيعني اقل واجب تنزل تعمل سبسكرايب في القناه. انا عامل سبسكرايب على نفسي، مش في الوزاره بس انا عامل سبسكرايب لان صاحبي بيحييك. حبيبي مرجوله هي حاجه انا داخل تاني في حاجه عندها شكرا. جتم تيم يا جماعه منوريني انا، هو وحيد، هو جتم تيم هو واحد بس فيه يا عم انت سميها جتم تيم خليها جتم واحد. بحكي لك بعدين القصه دي. خف السكر عم ممس